انا عم محمود، ومفروض ان دي انضف عربيه كبده في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. عم محمود انا جعانه. صباح الفل. انا جعانه ولسه مخلصه امتحان في فنون جميله وجعانه جدا. عينيا ليك يا جماعه. بقى هوريكم طريقه الكبده على طريقه عم محمود. طبعا انتوا عارفين الكبده ليها كذا مليون طريقه، فدي طريقه من الطرق اللي انا بعملها. تعالوا عيشوا بقى معايا الطريقه وانا بعمل الكبده. طبعا اول حاجه بنحط الطاسه بتاعتنا ونحط فيها الزيت. حضرتك بتستخدم زيت نوع من انضف الانواع الموجوده في السوق؟ والله انا بجيب نوعين، يا كريستال يا عافيه، ما بخرجش عن كده. نبتدي بقى نحط التومه بتاعتنا. حاجه ولا لا انا ضد اي توابل تتحط على الثوم. ليه؟ لان التوابل دي بتتحرق في الزيت والزيت سخن. ده يا دوبها بس التحميره بس بتاعت التومه، وبعد كده اروح منزل الكبده على طول وراها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كل ما في الموضوع ان انا يعني شغال في الشارع، وشغلي في الشارع ده طبعا يخليني ان انا اقول ايه عادي بقى لو الحاجه وسخه قدامي، ما هو ده يشفع لي. لكن الحمد لله فضلا من ربنا عليا انا ثابت على وضعي بقالي 15 سنه نفس النظافه ما بتتغيرش. صباح الخير يا عم محمود. صباح الفل. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا كويسه، حضرتك كويس؟ والله الحمد لله في عز النعمه. انا عايزه الحقك في الرايق، فينفع واحد كبده؟ كبده؟ اه اتفضلي مع يلا نفسك. بينا. ماشي روحي اعملي سندوتش. يلا بينا. الله دي لسه سخنه. طبعا. اول مره اشوف عربيه كبده بتخلي الزباين هم اللي يعملوا الاكل بتاعهم. عشان هم مش أيوة. زباين، ده هم ولادي. دي حقيقه وانا بالنسبه لهم بصراحة. اب هنا، يعني احنا بنتعامل مع بعض هنا اسره مع بعضينا. دي حقيقه. قولي لي بقى ايه رايك في الكبده بتاعت عم محمود؟ كبده عم محمود خطيره، وبصراحه في حاجه تانية اكتر بكتير بحبها قوي دايما، اصلا واقف كتير برضو بعملها ساندويتش، الجبنه اليوناني. باجي وهو بيخليني اقف اعملها، برضو بعشق الجبنه اليوناني بصراحه، بس انا اكلتها فايزة، انت الصبح وصلتي يا فاكل فايزة؟ كده دلوقتي. الموضوع لازم يبقى فيه نظام. النظام ده بنبدا اول حاجه ان احنا نعمل السندوتشات، وكل سندوتش بيتحط في كيس عشان طبعا الزبون برضو مهما كان برضو في طحينه وفي صوصات ما يتلحوش يعني. ده سبب رئيسي. اتفضل. وهتقول رايك للموزيل بعد ما نخلص. عم محمود نيجي بقى لموضوع بقى ان انا بشتغل في الشارع. هو انت عايز الجبنه. هو هل بقى عشان انا بشتغل في الشارع يشفع ليا عدم النظافه؟ طبعا لا مش حجه ليا. الحجه دي بتاعه البليد اللي هو ايه، اصل انا في الشارع، اصل انا مش عارف ايه. طب ما انا في الشارع والحمد لله عايش في امكانيات احسن من اي اوتيل. لا، مش بيبدا من العيش، بيبدا من نقاوه الخضار. وانا بنقي الخضار اول حاجه، من نقاوه الخضار، من جوده الحاجه وانا بجيبها. كل حاجه وانا بنقيها لازم تكون طازه وفريش. في البيت انا مش بلبس جلافز وانا بقطع الحاجه. ليه؟ لان انا ايديا في الحوض على طول. لكن في الشارع هنا انا لو عندي حنفيه هنا قسما بالله ما هلبس جلافز. عارفه ليه؟ لان الجلافز ده بينقل سموم كتيره جدا وحاجات كتيره جدا واحنا مش واخدين بالنا. الناس بتحط مقياس للنظافه بالجلافز، لا انا ما بحطش مقياس للنظافه بالجلافز. انا بحط مقياس للنظافه بالادوات اللي انا بستخدمها، من ناحيه طاسات، من ناحيه نظافه شخصيه، من ناحيه الفوط اللي انا بستخدمها اللي انا بمسح بيها الحاجه. الفوط بتاعتي لونها ابيض ليه؟ عشان اي حاجه تبقى باينه فيها. وعشان توصلي للنتيجه دي والناس منبهره بالنتيجه دي، لا بياخد عدد ساعات كتيره جدا، شغل كتير جدا يعني عمر ما هتلاقي حد في الشارع واقف بالنظافه وبالشكل ده والجمال والموضوع ده كله غير لما يكون هاوي الموضوع. خلاف بقى واحد بقى جاي يشتغل، يعني جاي يسترزق بقى في الشارع، مش هيحط بقى خامات مش عارف ايه وايه، لا. يعني انا ما بدورش على المكسب في الموضوع، انا بدور على جوده الشارع. مريومه صباح الفل. صباح الخير يا عم محمود. ازيك يا مريومه، عامله ايه؟ الحمد لله. واخد الموضوع كهوايه، حب الطلبه بسبب ان انت واخد الموضوع كهوايه؟ ما طبعا انت عارفه لو انا واخد الموضوع تجاري الموضوع مش هيبقى كده. لكن انا واخد الموضوع بحب واللي انا بتعامل معاهم دول اولاد ناس كلهم. فالحمد لله يعني انا تواجدت في مكان في ناس لطيفه برضو بالشكل ده. بدايه الموضوع ما كانش اصلا كبده وسجق، بدايه الموضوع كان سندوتشات فطار. انواع جبن، كنت انا بعمل انواع جبن كتير قوي. عم محمود صباح الفل، عامله ايه، اخبارك؟ وحشتك. طبعا فنون جميله كلها وحشين. حضرتك اكتر. عامله ايه؟ جايبين فنون جميله وجايبين البنات، هنخلص لك الكبده. تشرفوني وتنوروني. هي راحتي. اتفضلي يا حبيبتي. يا سلام بقى. بسم الله. وطبعا يا جماعه دي اسمها الجبنه اليوناني. الجبنه اليوناني دي من ضمن المزات بتاعه المطعم
لا مش هقول المطعم، بتاعه المزات، هقول من جدول المزات بتاعه الخمور. ما انا مش هخترع اكتر من كده يعني. دي مفروض انها معموله على الطريقه اليوناني، وانا طبعا اتعلمت الطريقه كلها والحمد لله يعني انا بقيت شاطر جدا فيها، وناس كتيره قوي اصلا بقت عاجباهم. من كتر اعجاب الناس بيها انا نزلتها على البيج عندي ونزلت الطريقه كمان. معظم الناس هنا بتاكلها بالجبنه اليوناني دي بالتركي، وطعمها حلو قوي، والساندوتش كمان يعني مغذي جدا يعني. بما ان انا طبعا بستخدم جبنه طبيعيه، وكل المكونات اللي في الجبنه كلها طبيعيه، والتركي برضو طبيعي. الحاجه الوحيده اللي مش هتبقى طبيعيه مش دايت هو العيش الفينو، لكن كل حاجه بنسبه 100% طبيعي. كل الحاجه اللي انا بقطعها تقطيع لحوم بارده بجيبها من هايبر 1. ليه؟ عشان ابقى ضامن، وبقطعها يقطعها قدامي. اتفضل يا صاحبي. عناية حاضر. ويقطعها قدامي. التركي باليوناني ب 35 جنيه، التركي ساده ب 25 جنيه، لو جبنه يوناني ب 15 جنيه.